بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. شفنا امبارح ملحمة كروية في استاد برج العرب بين فرقتين كبار، النادي الاهلي والمصري البورسعيدي. شفنا امبارح مباراة من امتع مباريات الدوري. شفنا لعيبة النادي الاهلي واصرارها على الفوز امبارح. شفنا مباراة كنا بنستناها من سنين طويلة بين الاهلي والمصري. شفنا ازاي امبارح قدر مارسيل كولر يرجع للماتش مرة تانية رغم استحواذ المصري امبارح في المباراة اول ربع ساعة، لكن قدر بتغييراته قدر مارسيل كولر ولاعيبة النادي الاهلي انها تدافع عن الفانيلا الحمراء، قدرت انها تدافع عن اسم وكيان النادي الاهلي من اثناء المباراة من النادي المصري. لكن الامتع امبارح في المباراة هي جماهير النادي الاهلي العظيمة، جماهير النادي الاهلي الوفية اللي دايما في ظهره، دايما وراه في كل مكان، الحلوة والمرة معاه في اي مكان تلقاه. هي دي جماهير النادي الاهلي اللي فضلت امبارح تغني وتتغنى بلاعيبتها وبناديها، اللي قالت عنه انا الاهلي اللي ربى وعلم بكلمة حب مسموعة، وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعة. هي دي جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي انها تغني لفرقتها وتشجعها طول المباراة، وكملوا وقالوا وانا النجم اللي فوق في العالي، انا اللي مفيش ايدين واصلالي. فعلا امبارح كانت ملحمة من جماهير النادي الاهلي، وكان المقابل من لعيبة النادي الاهلي انهم اهدوا الفوز امبارح للجماهير، وراحوا كابتن رام ربيعه وكابتن الشناوي وسامي قمصان وحسين الشحات ومصطفى شوبير اللي مش هنقدر كمان ننسى الموقف امبارح، وامام عاشور اللي راح للجماهير وصالح ورضاها. ماتش من امتع الماتشات اللي ممكن تتفرج عليها وتشوفها، من امتع الهتافات الجماهيريه من فرقه او لفرقه من جماهيرها. مفيش شتيمه، مفيش تجاوزات، لكن كل اللي حصل طوال المباراة هتاف للاعبتها، هتاف لناديها. في المقابل شفنا مباراة من أجمل وأمتع المباريات. في المقابل فاز النادي الأهلي، في المقابل إن حصل صلح بين جماهير النادي الأهلي ولاعبتها أو فرقتها امبارح بعد المباراة، اللي أعتقد ناس كتير ممكن تكون زعلت من اللي حصل، لكن هي دي الحقيقه، لان ده جمهور النادي الاهلي اللي اتعود دايما ان يكون وراه في كل مكان، في اي مكان وفي اي زمان، في مصر بره مصر، في اي مكان. جماهير النادي الاهلي ما بتاثرش ابدا مع فرقتها، دايما وراه، دايما معاه، الحلوه والمره معاه. دايما بيقولوا الاهلي عيش الى ينتهي. وصلت كمان جماهير الاهلي اجمل الالحان امبارح، وقالت انا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وبينادي. ايه الجمال ده، ايه العظمه دي، ايه اللي عملته جماهير الاهلي امبارح في المباراه. بشكر جماهير النادي الاهلي الوفيه العظيمه امبارح، اللي ادت درس في الوفاء والعطاء لفرقتها، اللي ادت درس لاي حد ممكن يحاول يتجاوز في فريق النادي الاهلي، اللي دايما بيقولوا احنا في ظهرك، احنا وراك، احنا معاك. مبروك للنادي الاهلي على المباراه الكبيره والفوز اللي يعتبر ب6 نقط. ليه؟ لان ده المنافس الاول للنادي الاهلي. لكن في الاخير لا يصح الا الصحيح. الجمهور جمهور، اللاعب لاعب، والاداره اداره. كانت النتيجه قبل المباراه ان كابتن محمود الخطيب طلع واصدر بيان او كلمه واعتذر للجماهير من كان حصل اي تجاوز او اي حاجه من اللعيبه في الماتش اللي قبله او في اخفاق ماتش باتشوكا. لكن اللي حصل ان بسرعه اتلموا الاسره الواحده، اتلمت العيله الواحده، وكان اللي شفناه امبارح من امتع زي ما قلت لحضراتكم واروع ماتشات شفتها في خلال الكام سنه اللي فاتت. علي ماهر او كابتن علي ماهر عمل فرقه محترمه
بتنافس في الدوري مع النادي الاهلي. النتيجه ان خرجت مباراه او ماتش امبارح، ماتش كبير جدا بين فرقتين كبار. مبروك للنادي الاهلي على الاداء، وهارد لك للنادي المصري على الهزيمه. لكن اقدر اقول ان دايما جماهير النادي الاهلي في الوقت جماهير النادي الاهلي في الوقت اللي لعبتها بتبقى محتاجاها، بتلاقي جماهير النادي الاهلي ابدا ابدا عمرها ما سابته في اي مكان، في اي استاد، في اي مكان. جماهير النادي الاهلي زي بالظبط الناس اللي قالت النادي الاهلي لما يروح كاس العالم في امريكا مش هيكون فيه زي قطر والامارات. انا بقول لهم ابدا ابدا، جماهير الاهلي في كل مكان، عشاق النادي الاهلي في اي زمان ومكان.